محرقة، هكذا وصفتها وسائل إعلام كويتية. راح ضحيتها أكثر من 40 سيدة وطفلا، فضلا عن إصابة العشرات بحروق تنوعت درجاتها ما بين طفيفة وشديدة، ويلقون باللوم في زيادة أعداد القتلى على التدافع الذي وقع عند اندلاع الحريق وعدم وجود مخارج للنجاة. ومن الحب ما قتل، جملة بنسمعها كتير وبقينا نشوفها على أرض الواقع أكتر. من عصور ومن سنين بنشوف جرائم بدافع الحب والغيرة، والموضوع بينتهي وبيخلص بحساب الطرف اللي ارتكب الجريمة. لكن في حكاية النهاردة الموضوع مخلص كده، لكنه خلص بكارثة. ركز بقى معايا في اللي جاي وكمل الحلقة للآخر عشان تعرف إيه اللي حصل بالظبط. يلا نبدأ على طول. حكايتنا النهاردة حصلت في الكويت يوم 15 أغسطس سنة 2009 في مدينة الجهراء. كان في فرح بتاع واحد اسمه زايد على الزوجة التانية، والفرح كان معمول كالتالي: كان في أرض كبيرة جدا قصاد بيت العريس، اتعمل فيها خيمة كبيرة تتسع لحوالي من 250 ل 300 فرد. الخيمة دي كانت خاصة بالنساء والأطفال فقط، عشان السيدات بيكونوا لابسين في الأفراح فساتين وعلى راحتهم شوية. فالخيمة مقفولة من 3 جوانب وملهاش إلا مدخل واحد، والمدخل ده مواجه بالظبط لبيت صاحب العرس، عشان يعني محدش يشوف السيدات ويبقوا على راحتهم في الخيمة. الخيمة كانت مجهزة على أعلى مستوى ومكيفة، وكل شيء كان ماشي كويس، والضيوف كلهم حضروا تقريبا. وبالرغم من ان المكان كان فعلا كبير، إلا إنه كان زحمة جدا من كمية الناس اللي حضرت العرس، وكان كمان في ضيوف من المملكة العربية السعودية. فالخيمة كانت مليانة بالسيدات وكبار السن والأطفال. والساعة بقت حوالي 8:15 بالليل، ومرة واحدة وبدون مقدمات الفرح قلب لكارثة، وأصوات الصراخ والاستغاثة بقت بتعلى، والخيمة النار مسكت فيها وولعت، وبقى كله عمال يحاول يطلع منها. لكن مع العدد المهول اللي موجود في الخيمة وقفلتها من جميع الجهات ووجود مخرج واحد بس، فكان طبعا صعب جدا ان العدد ده كله يخرج، خصوصا ان النار كانت بتمسك في الخيمة بسرعة فظيعة. وبدأت للأسف الشديد النار تمسك في المعازيم، وجزء من السيدات قدروا يخرجوا، والرجالة اللي كانوا بره بقوا عمالين يغطوا فيهم ويجيبوا بطاطين من البيوت المجاورة ويغطوهم. وفي نفس الوقت جزء منهم عمالين يتصلوا بالطوارئ والإسعاف والمطافي عشان يلحقوهم. وأصوات الصراخ والاستغاثة كان عمال يزيد ويعلى أكتر، والنار كمان كانت بتزيد أكتر وأكتر، ومحدش عارف يعمل لهم حاجة. وأغلب الرجالة مراتاتهم جوه وأمهاتهم وأطفالهم، فالوضع كان فعلا كارثي. الرجالة بقوا عمالين يحاولوا يطفوا في النار وينقذوا اللي يقدروا ينقذوه، لكن ما كانوش عارفين يسيطروا على الحريقة من شدتها. وكل سكان المنطقة تقريبا نزلوا الشارع عشان يساعدوا ويحاولوا يلحقوا أي حد، وكله بقى عمال يدور على اللي يعرفه، اللي بيدور على مراته واللي بيدور على بناته واللي بيدور على أمه. والدنيا تزحمت جدا، والإسعاف والمطافي أخدت وقت كبير جدا عقبال ما وصلت من كمية الناس اللي في الشوارع. وكل ما الوقت كان بيمر كل ما عدد الضحايا عمال يزيد. المهم إن المطافي وصلت وبدأت تقتحم الخيمة وتطفي النار. وأثناء ما كانوا بيطفوا النار شافوا مشاهد بجد بشعة. شافوا واحدة ست حاضنة طفلها كانت بتحاول تحميه، والنار مسكت فيهم، وللأسف فحمتهم وهما الاتنين حاضنين بعض. وشافوا جثث لازقة ببعضها من كتر ما النار مسكت فيهم، بقوا مش عارفين حتى يفصلوهم عن بعض. الإسعاف ما بقتش عارفة تشيل مين ولا مين. لا، وكمان الرجالة بقوا عمالين يغمى عليهم ويفقدوا الوعي من اللي بيشوفوه والصدمات اللي عمالين ياخدوها. وبقوا عمالين اللي يلاقي مراته وأولاده متفحمين، واللي يلاقي جثة والدته. بجد مهما احكي لكم هيبقى ولا حاجة جنب اللي حصل. متخيلين اللي حصل كان عامل ازاي؟ السكان المجاورين فتحوا بيوتهم وبدأوا يستقبلوا الأطفال والنساء اللي خرجوا بسلام وكويسين. وبقى كل أب ما يلاقيش مراته وأولاده وسط الجثث بقى بيلف على بيوت الجيران يدور عليهم. وفي رجالة ما بقوش أصلا قادرين يتعرفوا على أشكال مراتاتهم وعيالهم وأمهاتهم من كتر ما النار شوهتهم، واللي بقى يعرفوا من باقي الفستان أو حتة من الجيبة. الكل كان في حالة صدمة من اللي بيحصل حواليهم. في وسط كل ده شاب بيحكي قصة عيلته اللي كانت معاه وراحوا العرس المشؤوم، وبيقول: احنا رحنا الفرح أنا وأمي واخواتي البنات ال3. اخواتي دول كانت واحدة عمرها 23 سنة وعندها طفلين، طفل عمره 3 سنين وطفلة رضيعة عمرها يدوبك شهور. وباقي اخواتي
واحدة عندها 18 سنة وواحدة 8 سنين. وبيكمل الشاب حكايته وبيقول: أما وصلنا لباب الخيمة أمي دخلت للخيمة هي وأختي اللي عندها 23 سنة هي وأولادها، وأختي اللي عندها 8 سنين. أما أختي اللي عندها 18 سنة ما دخلتش معاهم، ودخلت لبيت أهل العريس الأول. لما حصلت الحريقة وأصوات الصريخ بقت تعلى، البنت اللي عندها 18 سنة خرجت جري من بيت العريس تشوف إيه اللي بيحصل. لقت أمها وأختها اللي عندها 23 سنة وأولادها خارجين جري بره الخيمة ومتجهين لبيت واحدة قريبتهم ساكنة في نفس المكان، وسابوا هناك الطفلة الرضيعة وأخدوا معاهم الولد اللي عمره 3 سنين، ورجعوا تاني عند الخيمة وكانوا بيصرخوا وبينادوا على أختي اللي عندها 8 سنين واللي ما كانوش لاقيينها وسط الزحمة. أختي وابنها فضلوا واقفين عند باب الخيمة، وأمي دخلت تدور على أختي الصغيرة. البنت بتقول: حاولت أوصل لهم لكن من كتر الزحمة والتدافع ما كنتش عارفة أوصل لهم، ويا دوبك من بعيد شفت أختي ادت ابنها لواحدة كانت واقفة بره ودخلت الخيمة هي كمان لماما. لما ماما اتأخرت جوه ويا دوبك وصلت عند الخيمة ولسه هتدخل الخيمة كلها على بعضها وقعت وانهارت واتساوت بالأرض، والنار كانت ماسكة فيها من كل مكان. بقيت منهارة وبصرخ وبقيت عايزة أدخل وسط النار أدور على أمي وإخواتي الاتنين، لكن السيدات اللي كانوا واقفين منعوني تماما وشدوني بعيد عن النار. الإسعاف بقت عمالة تشيل في المصابين والجثث ويطلعوا بيهم على مستشفى اسمها الجهراء، والحالات اللي كانت حالتها حرجة جدا ونسبة الحرق كبيرة كانوا بيحولوهم لمستشفى تانية متخصصة في الحروق اسمها بابتين. المهم أخو البنات وأبوهم جروا على المستشفى يدوروا على باقي أسرته، وعرفوا إن البنت اللي عندها 8 سنين اتنقلت على مستشفى بابتين، والأخت اللي عندها 23 سنة وأمهم مفقودين ولسه مش عارفين لهم أصلا مكان. وهم واقفين لقوا البنت اللي عندها 18 سنة داخلة عليهم وفي حالة هستيريا من البكاء، وعرفوا منها اللي حصل واللي هي شافته. وبعدها الأب والأخ جروا على مستشفى بابتين عشان يطمنوا على البنت الصغيرة، وراحوا بالفعل يدوروا عليها هناك، ويا دوبك وصلوا وعرفوا إن البنت اللي عمرها 8 سنين اتوفت. الأب بقى في حالة انهيار الشاب وبيقول: قعدت أحاول أهدي أبويا وأقنعه إننا لازم نرجع لمستشفى الجهراء عشان نطمن على أمي وأختي التانية. وبالفعل رجعنا على المستشفى ولقينا أمي وأختي هناك. أختي كانت حرفياً مشوهة تماماً لدرجة إن إحنا اتعرفنا عليها من اللي باقي من فستانها، وكانت في غيبوبة تامة وملامح وشها كانت كلها سايحة في بعضها مش باين منها أي حاجة. وبعدها بشوية بيقول: لقينا أمي كمان، لكن الدكتور رفض يدخلنا ليها لأن حالتها كانت سيئة جداً. وبعد محاولات أبويا وخالتي دخلوا بصعوبة جدا، وبعدها أبويا انهار تماما وخالتي أغمى عليها طبعا من اللي شافوه، لكن أمي كانت لسه عايشة. الشاب بيكمل الحكاية وبيقول إنهم قرروا يدفنوا أخته اللي عندها 8 سنين الصبح بدري، لأن بعد كده الدنيا زحمة جدا من كتر أعداد الوفيات. متخيلين الوضع؟ المهم دفنوا البنت وبقوا كل يوم يروحوا للمستشفى يطمنوا على أمه وأخته اللي عندها 23 سنة، لكن حالتهم الاتنين كانت صعبة جدا، والأخت كانت مازالت في غيبوبة. وبعد أسبوع تقريبا من الحادثة الملك عبد الله أصدر قرار بنقل جزء من المصابين لمستشفى الرياض بطيارات خاصة، وطلبوا لهم أطباء من ألمانيا، وكان من ضمن الحالات اللي اتنقلت أمي وأختي، وسافر معاهم زوج أختي وأخويا الكبير. وبيقول عطوهم عربية خاصة وشقة ورقم عشان يتواصلوا معاهم من خلاله، وتم نقلهم لمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، وقعدوا هناك حوالي شهر. وبعد شهر بالتمام والكمال الدكتور طلب أخويا الكبير وأخده على جنب وطلع له صورة جواز أمه وقال له: بص شكلها كان إزاي وبقى عامل إزاي، هتعيش إزاي كده، هي لو فضلت عايشة هتتعذب باقي عمرها. رد الأخ الكبير وقال: تعيش بأي شكل مش مهم، المهم إنها تعيش وتفضل وسطنا. الدكتور حاول كتير يمهد له الخبر، وفي الآخر قال له: البقاء لله، أمك توفت، ادخل ودعها وشوفها لآخر مرة. ودي كانت تاني صدمة لينا، الأول الأخت اللي عندها 8 سنين ودلوقتي الأم. كده باقي أختهم اللي عندها 23 سنة. ابنها الصغير اللي كان عنده 3 سنين حالته النفسية كانت سيئة جدا، وكان بيصحى طول الليل يصرخ ويعيط ويسأل على أمه ويبكي. ومن كتر ما الطفل ما كان حزين أبويا أخده وسافر بيه للرياض عشان يشوف أمه. الشاب بيقول: كلنا كنا متوسمين إنها أكيد هتفوق من الغيبوبة وتبقى كويسة، وفضلنا كل يوم بنروح لها، لكن حالتها كانت زي ما هي، لدرجة إن المستشفى قرروا يخرجوها زي ما هي
وفي اليوم اللي كانت هتطلع فيه وأخويا الكبير قاعد جنبها وماسك إيديها، فاقت وشدت على إيد أخويا وندهت على ابنها الصغير وقعدت توصي أخويا على ابنها. وبعدها بوقت قليل حالتها الصحية تدهورت تماما وتوفت هي كمان. من ورا الحادثة دي اتوفت أمي واخواتي البنات الاتنين وكمان عمتي وطفلتها الصغير، وكان الأم وطفلتها حاضنين بعض أثناء الحريق واتفحموا هما في الوضع ده وما قدروش حتى يفصلوهم عن بعض واتدفنوا على الوضع ده زي ما هم. يعني شوفوا من عيلة واحدة كام شخص مات عشان تشوفوا قد إيه الحادث كان صعب. بس إزاي كل ده حصل؟ وإزاي الخيمة ولعت بالشكل ده؟ وهل كان بفعل فاعل؟ طبعا رجال المباحث والمحققين كانوا بيدوروا على أي دليل في محيط الخيمة عشان يقدروا يعرفوا من خلاله اللي حصل وإزاي الخيمة ولعت بالشكل ده. ولقوا فعلا دليل. أثناء ما كانوا بيدوروا لقوا إزازتين واضح من ريحتهم إن كان فيهم سولار أو بنزين، وودوهم فورا للطب الشرعي وللأدلة الجنائية، وهناك بدأوا يفحصوهم. والمباحث كمان بدأت تحرياتها وبدأوا يسمعوا من الناس إن أكيد زوجة زايد الأولى صاحب العرس هي اللي افتعلت الحريقة. وطبعا الشرطة استدعت زايد عشان تاخد أقواله. زايد قال إن مراته نصرة واللي كان عندها 29 سنة ما كانتش موافقة على زواجته التانية، وإنها كانت بتهدده إنه إذا اتجوز هتولع في الفرح وهتحرقه، وإن هو حاول يراضيها أكتر من مرة لكنها كانت دايما بتهدده. زايد قال ما كنتش أتخيل إنها ممكن تعمل كده، توقعت إنها بتهدد وخلاص. ووقتها كان تقرير الطب الشرعي وصل وأثبت إن المادة اللي كانت موجودة جوه الأزايز كانت فعلا بنزين. وبدأ ناس تروح تشهد باللي شافوه، وراحت سيدة كانت بتعمل خادمة عند أصحاب البيت الموازي لبيت زايد، واللي شهدت وقالت إنها شافت سيدة كان معاها إزازتين وولاعة كانت واقفة جنب الخيمة من بره وطلبت مني ورق جرايد. وبعدها حضر لاسم الشرطة سواق تاكسي وشاهد وقال إن يوم الفرح ده واحدة ست وقفته وركبت معاه وكان معاها إزازتين وطلبت منه إن يدخل أي بنزينة، وإنها نزلت فعلا ملت الإزازتين بنزين وركبت معايا تاني ووصلتها عند الفرح وبعدين حاسبتني ومشيت. طبعا الشرطة لما سمعت الكلام ده تم استدعاء نصرة لاسم الشرطة، والشرطة واجهتها بكل الاتهامات الموجهة ليها. وقتها نصرة انهارت تماما وبدأت تصرخ وتعيط وتقول ما كانش قصدي، والله فعلا ما كانش قصدي، أنا كان كل قصدي إني أخوفهم والفرح يبوظ والناس تمشي، لكن ما كانش قصدي أذي حد أبدا. أنا كنت مخططة إني أكب البنزين حوالين الخيمة من أول ما عرفت ميعاد الفرح عشان الناس تشم ريحة البنزين فيخافوا ويمشوا، وبكده أبقى خربت على جوزي فرحته وجوازته التانية. لكن بعد ما دلقت البنزين استنيت حوالين الخيمة أشوف الناس هتطلع ولا إيه، لكن محدش خرج، فقررت أولع في الخيمة عشان كله يطلع والفرح يبوظ. أنا كنت شايفة إن جوازه عليا دي جريمة، أنا عمري ما قصرت معاه بحاجة، وكل اللي بينا مشاكل أسرية عادية جدا زي اللي موجودة في كل البيوت، ليه يتجوز عليا؟ وبعد ما ولعت النار أنا ركبت تاكسي على طول ومشيت، وأنا راكبة سمعت أصوات الصراخ، وهنا أنا فرحت وافتكرت إن خطتي نجحت وكده الناس هتطلع وتهرب والفرح يبقى خلاص باظ. لكن بعد دقايق لقيت عربيات إسعاف ومطافي كتير رايحة في اتجاه الفرح. بدأت أخاف وأحس إن ممكن يكون في حد حصل له حاجة. وبعد شوية لقيت تليفونات كتير جدا من أهلي ومن أهل زايد بيقولوا لي أنت اللي ولعتي في الفرح يا نصرة، الناس بتموت حرام عليكي. بقيت أقول مش أنا. وأول ما روحت البيت فتحت التلفزيون ولقيت إن أغلب القنوات جايبة الخبر، وعرفت ساعتها إن في مصابين وجثث كتير جدا. وقتها اتصدمت إن أنا السبب في كل ده. نصرة كانت في حالة انهيار تام، وكل اللي كان نازل عليها أنا ما كانش قصدي أذي حد، أنا ما كنتش أعرف إن في حد هيموت. باقي الشهود اللي شهدوا ضد نصرة كلهم أكدوا إنها كانت بتتوعد لزايد إنه إذا اتجوز عليها هتحرق العرس ومش هتخليه يتهنى. عدد المصابين في الحادثة دي وصل ل100 مصاب و56 قتيل، كلهم من النساء والأطفال. واتحكم على نصرة بالإعدام وتم تنفيذ الحكم يوم 25 يناير سنة 2017. وقبل ما ينفذوا الحكم سألوها عن آخر طلب ليها، وكل اللي قالته سامحوني ما كانش قصدي. طبعا ما فيش أي شيء يبرر الجريمة، لكن تخيلوا إن الكارثة دي من أولها لآخرها سببها الحب والغيرة. واحدة غارت على جوزها فقررت تخوف الناس وتولع في الخيمة،
عشان يعني تبوظ الفرح، فالموضوع قلب بجد والخيمة ولعت بالناس وتسببت في مأساة لأسر كتير جدا. هستنى رأيكم في الكومنتات في تصرف نصر، وهل هي قاتلة وكانت فعلا قصدا اللي عملته، ولا هي مجرد شخص ما حسبش كويس أبعاد فعلته؟ وهل طبيعي كل حد يختلف مع شريك حياته يخطط وينفذ في جريمة؟ دي كانت حكاية النهاردة. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك واستنوني في حكاية جديدة من الحكاوي دي. أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.